النهاردة الحقيقة صحينا على خبر يعني هز الدنيا فعلا. ضربة جوية أمريكية استهدفت منشآت نووية في إيران. الموضوع ده مش فيلم أكشن، لا ده واقع. والخبر ده طبعا زي ما شفنا أثر فورا على أسعار البترول، وحتى الدولار بدأ يتحرك. بالظبط، عشان كده النهاردة احنا هنحاول نفصص الموضوع ده بهدوء ونحلله. تمام، هنشوف إيه اللي حصل بالظبط، إيه التأثيرات المحتملة خصوصا علينا هنا في المنطقة، وهل هل ده ممكن يتطور لحرب؟ وطبعا قصة الدولار والبترول والأسواق ايه علاقتها بكل ده. خلينا نبدأ بالأول، ايه اللي حصل فعلا؟ اللي نعرفه من المصادر إن الولايات المتحدة نفذت ضربة بيتقال إنها دقيقة ومحددة ضد مواقع نووية إيرانية. والحجة الأمريكية المعلنة؟ الحجة هي منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، ده هدف استراتيجي أمريكي يعني بقاله فترة طويلة. تمام؟ ورد الفعل الإيراني كان متوقع إلى حد ما. التصريح الرسمي كان دبلوماسي لكن في تهديد مبطن: لن نمرر ذلك مرور الكرام. العبارة دي مطاطة جدا، معناها إن في رد جاي أكيد، بس إمتى، فين، إزاي، دي كلها علامات استفهام. إن الرد ممكن ما يكونش عسكري مباشر فوراً. وهنا بقى السؤال الأهم: هل إحنا كده رايحين على حرب شاملة؟ التحليل الأولي لأنه لا أمريكا ولا إيران كانوا عايزين مواجهة شاملة ومفتوحة دلوقتي بالذات، يعني تكلفة حرب زي دي مهولة على الكل. صح، التكلفة كبيرة جدا، بس ده مش معناه إن مفيش خطر إن الأمور تتصعد، صح؟ أكيد لا، عدم الرغبة في الحرب الكاملة مش بيمنع التصعيد. ممكن رد إيراني بصواريخ مثلا، أو يمكن هجمات سيبرانية ودي إيران شاطرة فيها، أو ممكن يستهدفوا مصالح أمريكية في الخليج، يمكن عن طريق وكلاء زي الحوثيين مثلا. بالظبط، ده وارد جدا. والسيناريو الأخطر بقى، واللي المصدر بيركز عليه قوي، هو أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز. طبعا، ده شريان نفط عالمي، تقريبا خمس بترول العالم بيعدي من هناك. فتخيل لو حصل تهديد للمضيق ده، دي مش بس أزمة، دي كارثة طاقة عالمية. هل دي مجرد عملية عض أصابع محسوبة، لعبة ضغط سياسي، ولا دي ممكن تكون بداية فوضى حقيقية؟ الإجابة فعلا لسه مش واضحة خالص، عوامل كتير متداخلة، لكن الأكيد إن التأثير الاقتصادي وبدأ بسرعة كمان. فعلا، وده اللي لازم نتكلم فيه دلوقتي. نبدأ بالدولار؟ يا ريت. دايما وقت الأزمات بنلاقي الدولار بيقوى. ليه بقى؟ الناس بتعتبره إيه؟ ملاذ آمن. أيوة، ملاذ آمن. المستثمرين والدول والأفراد بيخافوا فبيحولوا فلوسهم لدولار، الطلب بيزيد فالسعر بيرتفع. وده حصل فعلا وبسرعة في المنطقة عندنا. المصدر أشار لضغوط على عملات محلية زي الجنيه المصري والليرة اللبنانية والدينار الأردني. اللي كان معاهم دولار يمكن حسوا بفرق يعني. طب والبترول؟ إيه اللي حصل فيه؟ أي توتر هناك بيخوف الأسواق على طول من نقص الإمدادات. العقود الآجلة للبترول ارتفعت بنسبة ملحوظة أول ما الخبر انتشر. والسيناريو الأسوأ زي ما قلنا هو لو مضيق هرمز اتهدد. وقتها مش بس الأسعار هتقل، لا ده ممكن يبقى فيه نقص حقيقي، وده أكيد أثر على البورصات والأسواق المالية عموماً. طبعاً، رد الفعل كان فوري وسلبي. معظم البورصات والمؤشرات نزلت. المستثمرين بيخافوا من المخاطرة في الأوقات دي فبيهربوا من الأسهم. طب والعملات الرقمية اللي ساعات بيقولوا عليها ملاذ جديد؟ دي بقى شافت تقلبات عنيفة جدا، ناس بتبيع بخوف وناس بتشتري على أمل، حالة تخبط كده. بس الاتجاه العام الواضح هو الهروب للأصول الآمنة التقليدية. اللي هي ذهب ودولار. أيوة، ذهب ودولار، ويمكن سندات حكومية قوية لبعض الدول. طيب في وسط كل اللخبطة والقلق ده، المواطن العادي يعمل إيه؟ إيه النصيحة العملية؟ أول حاجة لازم نتابع الأخبار من مصادر موثوقة، بلاش السوشيال ميديا والشائعات اللي بتعمل هلع زيادة. تمام. وتاني حاجة؟ نخلي بالنا من أسعار السلع خصوصاً المستوردة، لأنها أول حاجة بتتأثر بسعر الدولار وتكاليف الشحن والطاقة. يعني نكون مستعدين لغلاء أسعار محتمل في حاجات كتير. للأسف ده وارد. والنقطة الأخيرة، نحاول نحافظ على هدوء الأعصاب قدر الإمكان. التفكير العقلاني مهم في أي قرارات. يبقى الملخص السريع: التوتر عالي جدا من أمريكا وإيران، الاقتصاد العالمي والمحلي بيحس بالهزة دي خصوصا في الدولار والبترول والأسواق، ولسه مش عارفين ده هيوصل لحرب شاملة ولا لأ. بالظبط، وده بيخلينا نسأل سؤال أعمق شوية يمكن نختم بيه. في عالم مليان بعدم اليقين زي اللي احنا فيه ده، وشايفين ازاي حدث واحد ممكن يقلب اقتصادات عشان معتمدة قوي على سعر بترول أو دولار، آه ازاي ممكن الدول واحنا كمان كأفراد نبني استقرار حقيقي، استقرار مستدام، ما يكونش رهينة لتقلبات زي دي،
سؤال كبير محتاج تفكير.